صباح الفل عليكم. مشكلة بتتكرر كتير جدا وبتقابلنا تقريبا في كل المشاريع، إن فجأة وبدون أي مقدمات الاستشاري أو المالك بيبص على الدهانة اللي على الحيطة أو بيبص على السيراميك أو بيبص على أي بند، يقول لك لون الدهان ده مش حلو، أو السيراميك ده شكله مش حلو، أو الرخام ده مش عارف ماله. كل الكلام ده رغم إن الدهان ده هو اللون المعتمد واتعمل بيه موك اب وتوافق عليه، والسيراميك ده هو المعتمد واتعمل بيه موك اب وتوافق عليه. بس في لحظة ما شايف ان هو مش حلو، الاصفر الكناري ده مش حلو وهو عايزه فحلقي. ايا كان الطلب اللي هو بيطلبه، هل احنا المفروض نقول لا؟ اولا احنا مش طرف في التعديلات اللي بتتم بالطريقه دي كمهندس جوده، ولكن احنا المسؤولين عن نقل الصوره اللي تخص القصه دي. الموضوع هيكون كالتالي: ان مثلا لون الدهان ده مش حلو رغم ان ده لون الدهان المعتمد. ايه الحل؟ اولا ده كلام شفهي، والكلام الشفهي في عالم المقاولات عموما والجودة خصوصا هو كلام المفروض ملهوش اي قيمة لحد ما الكلام ده يتحول لورق. المفروض ان الاستشاري المنظم المحترم هيبعت لك سايت وورك انستراكشن، يقول لك ان احنا مثلا عايزين نغير لون الدهان، عايزين نغير نوع السيراميك ايا كان، وبناء عليه المقاول بياخد الاكشن بتاعه، بحيث ان هو هيحسب الحاجات اللي اتوردت قد ايه والشغل اللي حصل قد ايه، عشان الكلام ده كله هيلزمه فلوس وهيلزمه وقت. حلو. طب لو ده ما حصلش والاستشاري قال الكلمتين ورفض يستلم وما بعتش حاجه، الحل ان احنا اللي بنبعت للاستشاري. نبعت للاستشاري ايه؟ بنبعت له حاجه اسمها verbal instruction confirmation. ايه الفكره من الموضوع ده؟ دلوقتي انت بتطلب تغيير حاجه، الحاجه دي حاجه معتمده، الحاجه دي انا وردت بنود او وردت الماتيريال بتاعتها او اوريدي اشتغلت فيها، وجيت عند اول استلامه ولا تاني استلامه وقررت تغير الكلام ده، او جه المالك فجأة وشايف ان الحاجه دي شكلها مش حلو. مفيش اي مشكله، المقاول ما بيقولش لا على الشغل ابدا، احنا مش بنقول لا. بس اهم حاجه ايه المقابل؟ ما انت لازم تدفع ثمن الحاجه اللي حصلت ولازم تدفع ثمن المواد اللي اتوردت، وبعد كده نشوف كل التعديلات اللي انت عايزها، وده هيأثر ازاي على الجدول الزمني والفلوس طبعا بتاعت البند ده. هو الموضوع ده ما يخصش مهندس الجودة بشكل رئيسي من حيث حساباته، ولكن هو بيعطلنا، فاحنا دايما نقابل النقطة دي عشان النقطة دي بتعطلنا في موضوع التسليمات اللي احنا بنشتغل عليها. ففي الحالة دي القرار بيبقى قرار مانجمنت أو قرار إداري، إن إدارة المشروع متمثلة بقى في مدير المشروع، في المكتب الفني، في الكنترولر بتاع المشروع، هم اللي بيدرسوا الموضوع ده وهم اللي بيبعتوا ده في حالة إن الاستشاري ما بعتش أساسا سايت انستراكشن وطلب منك دراسة فنية ومالية للموضوع. فأنت ساعتها أنت اللي بتروح باعت له اللي هي الفيربال انستراكشن كونفirmation او تاكيد التعليمات الشفهيه، انما ما تشتغلش تحت اي ظرف من الظروف اي حاجه بتعليمات شفهيه، لان اللي قال كلام النهارده ممكن يغيره بكره والعكس صحيح. فمش هنوصل لحاجه، وبعدين تمن الحاجات دي فين؟ وبعدين الوقت اللي احنا هنضيعه في الشغل ده هيبقى على حساب مين؟ فالنقطه دي مهمه جدا جدا، لازم نبقى دايما صاحيين لها وما ناخدش بأي تعليمات شفهية، لأن هو من الآخر هو لما غير نوع الدهان أو لونه أو نوع السيراميك أو شكله، أنا ما بقاش عندي ريفرنس حتى عشان أستلم عليه الاستلامات التانية. هنا بقى الفيربال كونستراكشن أو الفيربال انستراكشن كونفirmation هي بتبقى الدوكيمنت لحد ما تصدر بقى لوح جديدة أو يصدر اعتماد جديد، هي بيبقى الريفرنس بتاعنا في الاستلامات للشغل اللي هيتم تعديله بناء على التأكيد ده، أو بناء على السايت ورك انستراكشن لو احنا أساسا معانا استشاري مهندل الدنيا بشكل سليم. وعشان نكون ما بنكروتش الموضوع او بنتكلم على الموضوع كده بشكل عام، تعالوا نضرب مثال ببند مثلا زي بند الدهانات عشان نعرف امتى بالظبط بيتطلب الموضوع ده. احنا الدهانات في الاول بنقدم تكنيكال سبميتال، عباره عن نوع الدهان وكم سكينه معجون وتفاصيل فنيه، انما مش بنختار اللون. تمام. بيتوافق على التكنيكال سبميتال. المرحله اللي بعدها ان احنا بنعمل له مجموعه من الالوان على حيطه ما، تمام، او مثلا في السامبل روم. هناك هو الراجل بيجي يختار اللون اللي هو محتاجه. لو في خلال المرحلة دي حصل أي تعديل، كل ده ما فيهوش مشكلة، وكل ده ما بيستوجبش ولا سايت انستراكشن ولا بيستوجب فيربال كونفirmation. كل الكلام ده احنا لسه في مرحلة الاختيار. فاختار اللون، من بعد اختياره للون او من بعد اعتماده للون، هنا اي حاجة تتم جديدة او اي طلب جديد هو ده بقى اللي بيستوجب يا اما سايت وورك من الاستشاري، او بيستوجب ان احنا اللي هنبعت الفيربال انستراكشن كونفirmation
بناء على ان احنا اعتمدنا تكنيكال، ان احنا اعتمدنا لون، ان احنا اوريدي بدأنا شغل. وانت الملاحظة او الكومنت اللي انت بتقوله ده مطلعه على الشغل اللي اوريدي متنفذ، سواء استخدمنا باستيلا، سواء عملنا المبنى كله، سواء عملنا أوضة، عملنا حيطة. الموضوع ده مش هيفرق، لان في كل الاحوال انت اعتمدت لي شيء اشتغلنا بيه، انا ما غيرتش فيه اي حاجة. يعني لو انا الخلل من عندي، وانا اللي اللون مش مطابق للون المعتمد اللي هو مضى عليه على الحيطة، او تم اعتماده كرقم رال، ايا كان الاعتماد تم بشكل عامل ازاي. لو الخلل عندي انا، فطبعا هو ده بالعكس، ده هو هيعمل NCR. تمام، وانا هبقى ملزم ان انا اغير كل الكلام ده دون حساب وقت ودون حساب تكاليف، لان الغلطة عندي. انما في حاله هو اللون مطابق، هو ده اللون اللي هو اختاره كل حاجه، بس مثلا ساعات بتحصل ان هو اختاره مثلا في كعينه صغيره، بس لما جينا دهنا حيطه كبيره فظهر اللون غامق شويه، ظهر اللون فاتح شويه. الحاجات دي بتحصل وهتحصل وهتفضل موجوده. انما الفكره من الكلام ده كله ان احنا نضمن حقوق في وقت، ونضمن حقوق في فلوس. ممكن الموضوع في الاخر بيتم بشكل يعني تفاوضي، طبعا هو مش بيوافق من اول مره على التكاليف اللي محطوطه، او الكوست اللي الاناليسز اللي اتعمل، ولا التايم اناليسز او السكيدول اناليسز اللي اتعمل. ولكن انا ما يهمنيش المواضيع، او احنا كجوده مش بنتدخل في المواضيع الماليه والمواضيع اللي تخص الجدول الزمني، على قد ما احنا بنبقى محتاجين دليل او محتاجين اعتماد نشتغل عليه. فلو الاعتماد الاولاني اتلغى من خلال ان هو شاف ان اللون ده لا، لما اتفرد على مسطحات كبيره بقى شكله مش حلو، فانا في الحاله دي انا بقف بقى، لان انا ورقيا ورسميا ما قداميش غير ان انا اشتغل باللي هو اعتمده لحد ما يجد جديد. ما يجد جديد اللي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو يبعت لي سايت انستراكشن، او انا ابعت له فيربال كونفرميشن، فيربال انستراكشن كونفرميشن. فدي او دي الاثنين هيبقوا وثيقه جديده، سواء بيطلب مني الوان جديده اعملها له عشان يختار منها، او بيوجهني للون معين بشكل مباشر ان انا اشتغله. في الحاله دي الوثيقه الجديده، لحد ما يحصل بقى ابديت لكل الاعتمادات ومش عارف ايه بناء على الوثيقه دي. بس انا يعني انا واجهتني المشاكل دي كتير، واكتر من زميل اتكلم معايا في النقطه دي، فحبيت نعمل لها كده حاجه بسيطه نتكلم فيها على الحته دي، او للي ما عندوش المعلومه يبقى عنده. طبعا ده مش كلامي بشكل رئيسي، ده الفيدك هو اللي بينص على الكلام ده، وطبعا زمايلنا بتوع البلاننج والكنترولر عموما بيبقوا عارفين الكلام ده بشكل كويس، وبتوع العقود. بس حبينا ايه نناقش كده موضوع بيتكرر كتير كلنا مع بعض. صباح الفل عليكم، انا محمد الدرملي، ودي حاجة كده صغيرة من شغل جامد. صباح الفل.